برنامج أمريكا بالمصري برعاية مطعم كافيه اسطنبول يقدم أشهى المأكولات وألذ الأطباق، مشويات من اللحوم الطازجة والحلال، غلطات مميزة يتم إعدادها في معاملنا، جميع أنواع السلطات والمقبلات، المخبوزات الطازجة والحلويات الشرقية، خدمة على أعلى مستوى، الأسعار في متناول الجميع. العنوان 2202 86 ستريت بروكلين نيويورك. تليفون 718-714-4300. الفرع الآخر 8002 5th Avenue بروكلين نيويورك. تليفون 929-292-2353. جريدة صوت بلادي كبرى الجرائد بأمريكا، 24 سنة من الإصدار، الأكثر انتشاراً ومصداقية. للإعلان الاتصال على تليفون 201-637-3389 ومن مصر 012-7289-1500. رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير محب غبور. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أمريكا بالمصري. الحقيقة إن بنقدم لكم الحلقة النهاردة من قلب نيويورك، من قلب التايم سكوير، والجو يعني بالنسبة لنا احنا تحفة. بالنسبة لكم انتم ممكن يكون في البلاد العربية وفي مصر برد، لكن بالنسبة لنا احنا كويس. درجة الصفر وواحد واتنين دي حاجة كويسة. هوريكم قد ايه الزحمة، الكاميرا يمكن توريكم قد ايه الناس زحمة وفي وقت متأخر، لأنه طبعا الأيام اللي عدت كانت 20 تحت الصفر و30 تحت الصفر وكده. فقد ايه شوفوا الناس الوقت متأخر والناس بتخرج وبتنبسط قد يعني ما تقدر، على اساس ان هم اتحبسوا يمكن فتره الاسبوع اللي فات. لكن الحمد لله نحمد ربنا ان احنا في الوقت ده من السنه كان بيبقى الجو اصعب من كده بكتير جدا. فحبينا نخرج بيكم برضو شويه، نوريكم شويه من الجو عامل ازاي هنا في امريكا، وهنحاول على قد ما نقدر نوديكم اماكن تانية. لكن النهارده الحقيقه موضوعنا مش عن امريكا ولا عن السياحه في امريكا ولا السياحه في اي مكان، لكن الموضوع شويه هي مشكله بتواجه كل المصريين والعرب اللي هم بيعيشوا في دول المهجر. طبعا قبل ما هنطلع للمشاكل هنروح لحصاد الأسبوع وأهم الأحداث العربية والعالمية. خليكم معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن إلغاء قمة الاتحاد الإفريقي الثانية المقرر انعقادها في يوليو القادم بصفته رئيسا للاتحاد بدورته الحالية. أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين
وهم في طريقهم لسجن النساء في أم درمان غرب العاصمة الخرطوم. أعربت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا عن التزام المنظمة الدولية بخطوات السلام من أجل مصلحة الشعب اليمني، مشددة على أن مسار السلام يتطلب إرادة سياسية من الأطراف المعنية. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مواقع في القنيطرة الواقعة جنوب غرب سوريا. أعضاء بالكونغرس يحشدون لمواجهة ترامب بسبب قضية خاشقجي ويعلنون عن إمكانية معاقبة السعودية من دونه. روسيا تحذر أمريكا من استخدام القوى في فنزويلا، وتركيا تقر بالتجارة المحرمة مع فنزويلا وتعتزم تطويرها. وجه ملك السويد كارل جوستاف 16 دعوة شخصية للطالبة العراقية أماني محمد صاحبة 18 عاما، والتي توصلت بعد سلسلة من الأبحاث لاكتشاف مذهل بمجال علاج فيروس الإيدز لحضور عشاء توزيع جوائز نوبل للعلوم. احتفل محرك البحث الإلكتروني جوجل الأشهر عالميا بالذكرى 114 لميلاد الفنانة الكوميدية القديرة ماري منيب. قال تقرير جديد شارك في تأليفه علماء من جامعة سيدني وكوينزلاند وأكاديمية الصين للعلوم الزراعية إن أكثر من 40% من أصناف الحشرات يمكن أن تنقرض في غضون العقود القليلة القادمة. أكدت تقارير تقنية أن شركة سامسونج تتجه إلى الكشف عن أحدث هواتفها الذكية وجهازها القابل للطي في غضون أيام قليلة. مصريين وعرب أرغمتهم قوانين أمريكا وأوروبا عن التخلي عن فلذات أجدادهم عشان يروح الطفل الأسرة حاضنة ممكن يتغير اسمه أو دينه أو عاداته. الطفل في أمريكا وفي أوروبا، يعني أمريكا وأوروبا والدول الغربية، بيبقى ملك للدولة مش ملك الأبوه والأمه، وأي ضرر يقع عليه حتى لو مش مقصود أو مش مقصود أو بلاغ كاذب أو غير كاذب، الحقيقة إنه بيعرض إن أطفالك يتاخدوا منك. ليه؟ لأن أنت مش مؤهل إن أنت تكون أم أو تكون أم أو يكون أب لغاية لما يثبت العكس، ولغاية لما السلطات تسمح باستردادهم، وغالبا بتحصل مشاكل وبيبقى صعب استرداد الأطفال دول. نقل حضانة الطفل كمان عايزة أقول لكم بيكون بسبب سوء المعاملة أو بسبب الإهمال، يعني أو من غير سبب. يعني أحيانا ممكن حد يبلغ عليك إن أنت بتسيء معاملة طفلك، أو مثلا مدرسة أو كذا بيكون ليها تنسيق مع الجهات والشؤون الاجتماعية، فبييجوا على طول بياخدوا منك الطفل ده. بيروح الأطفال لأسر غريبة عنهم وعن ثقافتهم وعن ديانتهم زي ما قلنا. الأب والأم بيعانوا من فراق أطفالهم. الأب والأم بيقعوا تحت طائلة قانون في دول ما يسمى بدول حقوق الإنسان. الأب والأم دول كانوا يعني من وقت مش بعيد كان أهلهم وقرايبهم وجيرانهم بيحسدوهم إن هم هاجروا لبلاد متقدمة. طبعا المال والأحلام والتطور والحرية والكلام ده. قصص كتيرة واقعية لأسر عربية ومصرية الحقيقة في أمريكا وفي أوروبا اتاخد منهم أطفالهم، جم عشان يحسنوا من وضعهم، جم عشان يحققوا الحلم. اتحول الحلم ده الكابوس لمجرد ان حصل مشكلة أسرية ممكن تحصل في أي أسرة في أي عيلة في أي جنسية، فبيتحول الحلم ده الكابوس وبيتاخد منهم أطفالهم وبيتحرموا منهم. فطبعا دي مشكلة دلوقتي نقدر نقول اللي هي أصبحت في ازدياد، والأعداد أصبحت في ازدياد سواء في أمريكا أو في أوروبا. مشكلتنا النهاردة يمكن بالتحديد من إيطاليا، وطبعا أنا عايزة أقول لكم دي مشكلة من ضمن المشاكل اللي أنا تابعتها. إيطاليا يمكن فيها أعداد أكبر بكتير من بقية البلاد. يمكن أنا لاحظت أو رصدت بعض المشاكل الكتير لسيدات، وأنا جايبه لكم مشكلة وهنتابع القضية دي على فكرة. مشكلة تريزا
اللي هي يمكن انا شفت موضوعها بالصدفه، وبعض الناس كانت بتحاول تساعدها في ان هم يلاقوا لها يعني يلاقوا لها حل للمشكله بتاعتها. طبعا في ناس كتير اتكلمت في الحكايه دي وابدت اراء وكده، هم مش متخصصين، لكن احنا بنحاول ان احنا بقى نساعدها، ويا ريت حد من المتخصصين ان هو يعني يتواصل معانا، لانه مشكله تريزا فيها ظلم الحقيقه وفيها اضطهاد. مساء الخير يا أستاذة تريزا. مساء النور يا فندم، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. طبعا أنا بس يعني عايزاكي كده باختصار تقوليلي المشكلة اللي انت تعرضت لها في موضوع ولادك وازاي أخدوهم منك. أنا حضرتك عايشة هنا في إيطاليا من أكتر من 15 سنة، متجوزة وعايشة وجبت الطفلين دولت، وكان في زي اي بيت في اي حتة في الدنيا اي ست بتبقى على خلاف مع جوزها بيحصل. انا في مرة كان في خلاف بيني وبين جوزي، اتدخلت المسؤولة الاجتماعية هنا، اتدخلت في الموضوع وكبرته وصعدته، مع انه كان موضوع بسيط عادي يعني زي اي بين اي راجل ومراته، زي اي اسرة، زي اي اسرة في الدنيا، مش بس مصرية، اي اسرة في الدنيا كلها اتدخلوا. وهنا بيتدخلوا بطريقة صعبة قوي، وخصوصا لما بيلاقونا أجانب بالنسبة لهم أو عرب. اتدخلت وفضلت تضغط عليا ان انا اعمل محضر لجوزي غصب عني. قلت لها مش هعمل كده، قالت لي لا هتعملي، وان ما عملتيش كده انا هاجي في خلال يومين اخد الاطفال مش هتشوفيهم تاني. طبعا من خوفي ومن رعبي ان يعني جبتهم بعد سنين طويلة من الجواز، فقلت لها خلاص حاضر. عملت فعلا المحضر، كان في شهر 4 2016، يوم 1/10/2016 جات الحكومة خدتني انا وولادي الاتنين ودونا بلد تاني اسمها بافيا، بعيدة عن ميلانو وعن سكني وعن مدارس الاطفال. كل يوم بصحى 5 الصبح علشان اوديهم لمدارسهم، وارجع الساعة 8 بالليل اوصل الدار اللي كنت عايشة فيها او الملجأ اللي عايشونا فيه. طبعا كان في اضطهاد وكان في عنصرية وكان في، مش عايزة اقولك المعاملة كان شكلها ايه. بعد كده حصل ايه؟ بعد ما خلصت كل الواجب اللي عليا وقضيت الرسالة اللي عليا، قالوا لي بس انت خلاص كده خلصتي السنة الدراسية، اتفضلي روحي شوفي لك مكان. كنت ساعتها ابتديت ارفع انفصال عن جوزي قضية، وهم اللي رفعوها لي على فكرة، ما رفعتهاش بمزاجي، ده بالاجبار منهم عشان اقدر اعيش مع اولادي. طبعا عملت كل اللي قالوه، ومع ذلك انا كنت كويسه مع جوزي، كنت بكلمه وكان بيبعت لي شهريه وانا في قلب المكان، كنت بصرف على اولادي ومعيشاهم على حسابي مش على حساب المكان اللي كنا فيه. كمان حضرتك ايوه. وعندي كل الفواتير والاثباتات بكده. بعدين بعد ما خلصت رموني انا في الشارع وخدوا ولادي في عربيه ومشوا. رايحين فين؟ قالوا لي مالكيش دعوه انا اعرفك بعدين. خدوا ولادي وطلعوا بيهم ودوهم ملجأ لوحديهم بتاع اطفال بس، وسابوني انا في الشارع كده لوحدي. طبعا اضطريت ان اتصل بجوزي الجأ له تاني، ورجعت واتكلمت ورجعنا والحمد لله قاعدين بقالنا 2 سنين اهو تقريبا مع بعض، ما فيش اي مشاكل، صفينا كل القواضي كل الخلافات، ما فيش اي حاجه بينا. طب مش المفروض بقى يرجعوا لك ولادك؟ المفروض احنا بنشوفهم كل 22 يوم من يوم ما خدوهم، كل 22 يوم بنشوفهم لمده ساعه ونص. معلش يا تريزا انا عايزه اسالك سؤال. انت قلتي لي قبل التسجيل قلتي لي انه الولاد كمان تم اغتصابهم في الملجأ. الصغير، ابني الصغير جوليو. اسمهم ايه؟ المكالمات اسمهم ايه؟ الكلام دوت. اسمهم ايه ولادك؟ الكبير جان باولو والصغير جوليو. عندهم كام سنه؟ الكبير في اولى اعدادي والصغير في 2 ابتدائي دلوقتي. متاخدين منك بقالهم قد ايه؟ اتاخدوا مني في 2017 في الاجازه، اجازه المدارس. يعني تقريبا بقالهم 1.5 سنة دلوقتي او اكتر كمان تقريبا. مين بقى اللي تم اغتصابه؟ الصغير جوليو. اول ما راح هناك بعد ما راح ب5 شهور تقريبا.
يعني هم بياخدوهم عشان مشاكل عائلية صغيرة، وبعد كده الولاد بيضيعوا وبيغتصبوا وبيعيشوا من غير، وفي الاخر بيتعاطوا. مالهمش اي علاقة، احنا مسيحيين مالهمش علاقة بالكنيسة نهائي. طب قولي لي، في انت قلتي لي برضو ان في حالات كتير زيك، وانا يعني سمعت ان ايطاليا بالذات في مدام زينب ام زياد في تورينو اتاخد ابنها واغتصب كامل الاغتصاب، صغير زي ابني الصغير، اكبر منه بسنه، يعني هو 8 سنين تقريبا، بقالها 3 سنين ما تعرفش عنه حاجه ولا شافته بعينيها. جالها قرار رسمي انها يتمنع ويتغير ديانته ويتغير كل حاجه عنه، والاسم واللقب وكل حاجه، ويروح لعيله طول حياته مدى الحياه ما تشوفوش تاني. في واحده تاني اسمها مدام ميرفت برضو في تورينو اتاخد منها 5 اطفال. في مدام نيفين شنودة في روما اتاخد منها بنتين بقالها 3 سنين واتمنعت تشوفهم نهائي، وبرضو راحوا العائلات ما تعرفش عنهم اي شيء، اتباعوا بمعنى اصح. حاولتي تتواصلي مع مين من المسؤولين؟ حضرتك انا بعت كتير للخارجيه وبعت رسائل كتير وما فيش اي رد، والقنصليه تواصلت ورحت واتصورت مع سياده القنصل وعرف وخد المذكره وخد اوراق القضيه، والكلام ده بقاله اكتر من 1.5 سنة تقريبا اهو من اول ما حصل، وما فيش اي حاجه حصلت لغايه دلوقتي، ولا اي اتصال ولا اي حاجه حصلت. اتواصلتي مع اي وزارات زي وزاره الهجره مثلا؟ وزاره الهجره بعت لهم رسائل كتير ما فيش اي رد يا فندم، وبعمل نداءات كتير وبعمل. طب المصريين في ايطاليا فين؟ المصريين فين؟ رؤساء الجاليات؟ ما فيش جاليه هنا في ميلانو، ما فيش، ما نعرفش لينا جاليه في ميلانو. للاسف. طيب ده حقيقي، لان مش بس المشكله دي، مش انا الام الوحيده على فكره، في امهات كتير قوي 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 بس خايفين يطلعوا يتكلموا لما يشوفوش عيالهم تاني. لكن انا لما وصلت بيا ان قالت لي امبارح المسؤوله او الاخصائيه الاجتماعيه في عيله شافت ابنك الصغير وعجبهم. يعني ايه ابني الصغير عجبهم يا فندم؟ ده ابني انا اللي جايباه، انا اللي تعبانه فيه يا فندم، انا الام. ما قلت ازاي واحد تاني تاخده وتتباهى بيه قدام اصحابه ويقول لها يا ماما، يقول لي راجل تاني ازاي يا بابا عنده ابوه؟ طب انا عايزه اسالك فين باباهم؟ ايه يعني؟ هو موجود اهو. موجود. طب هو طيب انا شايفه انت دايما اللي بتطلعي بتعملي لايف باباهم على فكره طول عمره عايش هنا، وشويه لسانه تقيل في العربي شويه معلش، لانه اتربى هنا بقاله 48 سنه هنا. لا مش مشكله، بس هو فين يعني؟ عمل ايه الاب عشان المشكله دي؟ عمل مش ما عملش يعني، عمل وراح معايا امبارح للسنسس وتشال. احنا عايشين في بيت واحد على فكره وما اتطلقتش وسستمت كل حاجه واحنا زي الفل اهو، مفيش. انا سامعه ان هو مريض. هو معوق حضرتك. وعنده مشاكل صحية. الله يكون في عونك يا تريزا. طبعا انت وانا مقدرة الحالة اللي انت فيها. بشكرك يا تريزا. حضرتك كلمة بس بسرعة هقولها. انا بناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبرهم ولادك، المصريين اللي هنا الاطفال اعتبرهم ولادك يا فندم. اعتبر كل طفل هنا في ايطاليا اتاخد من اهله ومن عيلته، اعتبرهم ولادك. ابعت لنا اي حد دبلوماسي يقف جنبنا، لان الدبلوماسيين اللي هنا محدش بيسأل فينا يا فندم. ارجوك يا سيادة الرئيس، ام مصرية بتناشدك يا سيادة وزيرة الهجرة، بعد اذنك يا فندم بناشد حضرتك كأم قبل ما تكوني وزيرة، اقفي جنب الامهات اللي متاخد عيالها وبيتاخدوا بدون اسباب. ابوس ايديكوا يا مصريين، اقفوا جنبنا، اقفوا جنب الناس اللي في ايطاليا اللي ضاعوا حقوقهم. وفي عنصرية جامدة جدا جدا ضدنا. لسه واحدة مضروبة في اتوبيس من كام يوم، مصرية محجبة، ضربتها واحدة ست ايطالية، وكل السوشيال ميديا منزلة الفيديو بدون اي سبب. احنا بنتهان في ايطاليا، وقفوا جنب امهات قلبها موجوع قوي قوي قوي. يعني فين المصريين؟ فين الناس اللي بيطلعوا بيقولوا احنا رؤساء جاليات؟ ده للاسف انه يعني المفروض ده الوقت اللي هم بقى يظهروا فيه ويبينوا فيه كرامه. اشكرك يا تريزا، وعلى تواصل، وهنتابع الموضوع بتاعك، ولو في اي جديد ارجوكي تتصلي بينا.
اشكرك يا فندم، الف شكر. تريزا ما كانتش بتاخد مساعدات من الحكومة، لانه في بعض الناس بيقول لك انتوا المصريين وبتعملوا بتاخدوا مساعدات في الدول دي مش من حقكم، وانتوا اللي بتعملوا في نفسكم كده. الكلام ده مش حقيقي، ودي قضية ودي قضية تانية. أنا مش بدافع عن الكلام ده طبعا، احنا هكلمكم أكتر على موضوع الناس إيه اللي بتعمله في بلاد الغرب وفي أمريكا وفي أوروبا بالتحديد، لكن أنا بتكلم على تريزا لأن هي كانت كل مشكلتها إن هي عندها مشكلة مع جوزها وحاولت تحل المشكلة دي، وطبعا زي ما هي قالت ضغطوا عليها عشان تنفصل من جوزها، وده وارد وبيحصل لما بيلاقوا الأسرة فيها مشاكل. طيب انت عايزة تحتفظي بولادك، انفصلي عن جوزك عشان يبعدوا الأطفال عن الجو ده. فلما هي سمعت كلامهم وراحت معاهم زي ما هي قالت، قعدت معاهم لفترة، وبعد كده قالوا لها خلاص انت مالكيش دعوة بيهم. فهنا في ظلم وفي تعنت. المفروض ان هنا مثلا في امريكا بيدوا فرصه للاسر ان هي تسوي اوضاعها، بعد ما بيروحوا الاخصائيين النفسيين واخصائيين اجتماعيين وهكذا، بيبتدي كمان اخصائي اجتماعي يزورهم في البيت ويبتدي يعمل جلسات. مشكله تريزا كمان كان لنا مداخله الحقيقه مع الاستاذه ساره، وهي صحفيه ليها راي في الموضوع ده. نطلع ونرجع تاني. مساء الخير يا استاذه ساره. مساء الخير يا استاذه حنان. بالنسبة لموضوع تريزا اللي حضرتك عملتي عنها فيديو، على يعني كلنا تابعنا المشكلة، والحقيقة ان المشكلة دي بتتكرر من وقت للتاني. تحبي تقولي ايه على موضوع تريزا؟ والله يا استاذه حنان، مشكله تريزا مش منحصره بس في تريزا. مشكله سلب الاطفال من ذويهم دي مشكله كبيره جدا موجوده في ايطاليا. طبعا بتنتج اخذ الاطفال بينتج عن مشاكل زوجيه بين الزوجين، مشاكل طبيعيه زي اي زوجين عادي جدا. طبعا في هنا جهات مسؤوله، جهات ايطاليه مسؤوله بتتابع الحالات اللي زي دي، وفي نفس الوقت طبعا بيبقى في نوع من التعنت والعنصريه في الموضوع. يعني بالنسبه لموضوع تريزا كان عندها مشاكل زوجيه بينها وبين جوزها، والحمد لله حياتها استقرت وبقت ومعها الإقامة وعايشة بطريقة شرعية في إيطاليا من مدة طويلة جدا طبعا، وعندها 2 ولدين. طبعا تطورت الحالة بسبب العنصرية وبسبب ان مفيش جهات مسؤولة مصرية هنا في ايطاليا، مثال القنصلية، الجالية المصرية، السفارة المصرية. الجهات المسؤولة دي لا تعي للامر شيء، بمعنى انه مش شايفين اي مساعده. تريزا راحت اكتر من مره القنصليه وحكت مشكلتها وتركت وسابت لهم الاوراق، وسياده القنصل قال هساعدها، والحقيقه ما فيش اي نوع ايجابي دلوقتي موجود ولا وقتها. هم الحقيقه قالوا لها هنحاول وهنعمل وهنجري، وللاسف ما فيش اي جدوى من الموضوع. حاولتوا تتواصلوا مع وزاره الهجره؟ حاولتوا تتواصلوا مع رؤساء الجاليه؟ او فين الجالية من المشاكل اللي زي كده؟ والله يا أستاذة حنان، الجالية المصرية متفرقة، ما أعتقدش إن في تجمع حيوي وإيجابي للموضوع. الجالية المصرية مجرد اسم فقط، اللهم يعني 1 أو 2 اللي بيحاولوا يساعدوها. في سيدة بصراحة اتصلت بيها من أعضاء الجالية المصرية، اتصلت بمدام تريزا وقالت لها انا هساعدك، والحقيقه هي كلمت المحاميه بتاعه تريزا وقالت لها الوضع 1 2 3، يعني شرحت لها الوضع، ومنتظر ان هي تقدم التماس او تقدم طعن للكلام اللي حصل، للموضوع اللي حصل، للكيس اللي حصل. طب انا عارفه ان حضرتك ساعدتيها. تمام. اتفضلي. انا عارفه ان حضرتك ساعدتيها يعني على قد ما قدرت. الحقيقه انا بعت معالي الوزيره نبيله مكرم رسائل كتير جدا على الواتساب، كانت بتشوفها الحقيقه وكانت بتظهر ان هي شافتها وما بتردش. اتصلت عليها انا اكتر من مره بترفض المكالمه. تريزا نفس الحكايه، اتصلت عليها رفضت المكالمه كذا مره. فاحنا مش عارفين نتواصل مع مين. احنا من خلال لقاء حضرتك ده بجد بنناشد السيد رئيس الجمهوريه
فعلا دول اولادك ومحتاجين وقفتك جنبهم، وخصوصا ان العدد كبر، يعني الاسر بقت كتير، تقريبا 40,000 عائله من كل الجنسيات، والمصريين بالذات نسبة كبيرة جدا جدا منهم صدقيني. في تورينو سيدة مصرية اسمها أم زياد أخذوا منها أولادها، في السيدة نيفين في روما أخذوا منها بناتها، في كم حالة في ميلانو، حالات كتيرة جدا. وفي ناس حقيقة بتحاول تساعد بس باللي بتقدر عليه، فهماني؟ لكن كجالية وكرابطة انها تقف في ظهر الست دي او في ظهر السيدات دي صدقيني مش موجودة. فبالنسبة لتريزا اتصلت بيها الشؤون الاجتماعية او المسؤولة عن الأسرة، مش عارفة الحقيقة اسمها السينسا سوشيالي هنا في إيطاليا. اتصلت عليها وقالت لها تعالي، كان في ميعاد بينهم امبارح، وراحت أول ما دخلت المكتب بتقول لها انت جهزي نفسك علشان هياخدوا ابنك الصغير عيلة إيطالية. طبعا لما يكون تريزا يتقال لها او اي ام مصريه يتقال لها احنا هناخد منك ابنك وهنوديه لعيله تانية، ويعني مشاعر صعبه جدا وبجد مؤلمه جدا جدا. عارفه يعني ايه ضنا اكيد او انا عارفه أو بس طفل يعني. شوفي يا استاذه ساره، برضو انا هقول لك على حاجه. هو يقول لك انت دلوقتي عايشه في ايطاليا وعايشه بالقوانين الايطاليه وبتتعاملي، هيتدخلوا بناء على ايه؟ ان انت اصبحتي مثلا مواطنه ايطاليه فانت بيمشي عليك القانون الايطالي، لكن حضرتك قلتي حاجه ان في تعنت وان في عنصريه وفي حتى ما بدهمش فرصه ان هم يصححوا اوضاعهم، ودي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. ومن هنا لازم الدوله المصريه ممثله بقى في وزاره الهجره، ممثله في الخارجيه، ممثله في اي جهه، الجاليه الحقيقه كمان، يعني احنا بنناشد الجاليه المصريه في ايطاليا ان هم يقفوا وقفه ايد واحده، لانه حرام. يعني انت النهارده بتعمل كده مع حد، بكره ممكن يتعامل معاك الكلام ده. وطبعا انا بشكرك يا استاذه ساره، وهنتابع الموضوع، ويا رب صوتنا يوصل للمسؤولين ويوصل للناس. وتاني بنناشد الجاليه المصريه في ايطاليا. لحضرتك على حاجه اخيره، انا ثقتي في سياده الرئيس كبيره جدا، ومتاكده ان هو لو عرف الموضوع ده صدقيني هو اللي هيقف فيه بنفسه، صدقيني مش هيقبل ان طفل مصري يروح لاي عائله تانية او يروح اي بلد تانية. احنا سافرنا يا استاذه حنان علشان نبني نفسنا وبنشيل حملنا من على مصر علشان نقدر نسيب مجال للناس اللي موجودة تقدر تساعد وتقدر تعيش. انا متأكدة ان سيادة الرئيس صدقيني لو عرف الموضوع ده ووصله فعلا، انا واثقة في ربنا ثم في الراجل ده انه فعلا هيقف وهيحمي اولاده سواء في مصر او بره مصر. الف شكر ليكي. ميرسي يا فندم، تحت امرك، مع الف سلامة. مع السلامة. عاوز تربي ابنك او بنتك مثلا تربية محافظة او متدينة او بعاداتك وتقاليدك، وحب الابن ده يتمرد عليك، طب ايه الوضع هنا؟ بنتعرض كتير مثلا لاولاد في بيقولوا مثلا احنا عايزين يعيشوا بقى حياتهم زي الامريكان او زي الاوروبيين، او يخرجوا وقت ما هم عاوزين، او البنت تلبس مثلا بشكل مكشوف، او الولد يخرج مش عارف يكون عنده جيرل فريند، او البنت عايزه تحط ميك اب او هكذا، يعني تطلع رحله تغيب عن البيت يومين ثلاثه. احنا لينا عاداتنا وتقاليدنا، فين الكلام ده في القوانين الاوروبيه والامريكيه؟ ليه قصاد كل حاجه بيحصل تلكيك وتتحول على طول لإهمال وتتحول على طول لتأثير من الأسرة؟ برغم إنه زي ما شفنا تريزا، ومش تريزا بس على فكرة، اللي بتقول لما تقول ولادها اغتصبوا، هنا لسه في أمريكا أكتر من حادثة اغتصاب لأطفال اتاخدوا واتعاطوا لأسر بديلة والولاد ماتوا. على فكرة ما فيش مراقبة كاملة 100%،
وصدقوني لما بقول لكم كده الناس دي بتاخد فلوس. المفروض ان المحكمه بتراقب على الاسر اللي هي بتعيل الاطفال دول او الحاضنه دول، لكن مش في كل الاحوال بيحصل. الاخصائيين الاجتماعيين بين مصلحتهم ان الموضوع يفضل ممطوط ويبقى في حالات، لانهم بياخدوا فلوس على الساعات اللي بيخرجوها وعلى الحالات اللي بيجيبوها، وممكن لو هو كمان متعصب يبقى يا ويلك. فالموضوع مش بالكامل بيقع على العرب والمصريين اللي ما بيحترموش القوانين، لان في ناس تحملت كتير على المصريين وقالت دولت احرجونا، دول بيكسفونا، دول مش بيمشوا على القوانين، دول شحاتين، دول كذا. هل انتوا تفتكروا الناس دي كلها جنسيات كتيرة، طلاينة، مكسيكان، تشاينيز، كلهم بيعملوا نفس الشيء؟ على فكرة أنا مش بدافع عن الكلام ده. غلط إن أنت تاخد حاجة مش من حقك، غلط إن أنت تاخد مساعدة مش بتاعتك، غلط إن أنت تمثل إن أنت الأم والأب انفصلوا عشان تقدر تاخد مساعدات مالية وتاخد شقة ببلاش، فتيجي تنكشف فياخدوا الولاد منها. يفضل الولاد مش مسجلين حتى باسم باباهم عشان طمع الزوج والزوجة. الحاجات دي مش مقصورة على المصريين والعرب، الحاجات دي بتعملها كل الجنسيات. هو غلط فعلا، لكن بيدفعوا الثمن. عايزه اقول لكم تيريزا مش قصه من القصص دي. تيريزا كانت بتصرف على اولادها حتى وهم في دور الايواء وفي الملاجئ اللي بيتحطوا فيها زي ما سمعتوا، وبشهاده ناس كتيره. طلع علينا ناس بعد ما اعلنا عن ان احنا هنتبنى القضيه دي عملوا فيديوهات كتير. مش عارفه ايه الغرض، هل هم بيساعدوا؟ ممكن عايزين يساعدوا، انا مش يعني ايه، ما بفترضش سوء النيه، لكن الحقيقه أنا محتاجة محاميين، أنا محتاجة رجال قانون، سواء من الناس اللي هم هاجروا وعاشوا في البلاد دي وشغالين في القانون، مش هم خريجين قانون في بلادنا، دارسين القانون الدولي، دارسين القانون في البلاد دي في أمريكا وفي أوروبا. أنا محتاجة شباب من الجيل الثاني والثالث. هنطلع فاصل ونرجع تاني. طبعا القصص كتيرة والحكايات كتيرة، والحقيقة في يعني عايزة اقول لكم بتتنوع كل حكاية قصة في حد ذاتها ونموذج. احنا مش بنتكلم بس كمان عن الاسر اللي هي بتفقد او يعني بينتزع منها حضانة اولادها، في كمان بعض اللي هو الرجال الشرقيين اللي جايين من الدول بتاعتنا بيتزوجوا من مثلا يعني نقول ايه، مواطنة بقى يعني امريكية او اوروبية او هكذا، فبيحصل بينهم مشكلة. بيبقى طبعا في الثقافات مختلفة، فهي تقدر تحرمه ان هو يشوف ولاده، وتقدر ان هي تسجنه، وتقدر انها ترحله. ممكن كمان سيدة تتجوز من مثلا مواطن ايطالي او امريكاني او كذا، فلو اختفى وقرر ان هو يتخلى عن مسؤولياته الاقتصادية والمعنوية وهي طبعا جاهلة بالقانون، فبسرعة الحكومة او المؤسسات الحكومية بتنتزع كمان حضانة الاطفال منها لانها مش قادرة تعولهم. فاحنا عندنا قصص كتيرة، هنركز على حاجة وعلى قصة الحقيقة. فدي حاجة الحقيقة محتاجة معرفش تعديل في القوانين، محتاجة طبعا حاجة أكتر من إن يبقى فيه مجرد نقول عليه مترجم. بيجيبوا لهم مترجمين في المحاكم ومع الأخصائيين وكذا، لكن المترجمين مش كفاية، لازم تبقى في بروتوكولات زي ما قلت لكم، بروتوكولات تعاون، ولازم يبقى في يعني نقول وقت كافي لدراسة الحالة. لربما إن الكيس دي، يعني أنا سمعت برضو من أحد المحاميين إنه على طول القواضي دي بتخلص، بيتحكم فيها بسرعة. أنا عايزة أقول لكم أنا تواصلت مع أسر كتير، هجيب لكم الحالات دي وبشهادة الناس. طبعا هو أنا بتمنى إن الجالية المصرية في إيطاليا لو فيها ناس يعني يا حبذا لو كانوا رجال قانون أو سيدات بيعملوا في القانون، لأن مش عايزين مجرد نشاطات اجتماعيات أو نشاطات مش عارف إيه يطلعوا يتكلموا
يدوروا كده في القانون ويطلعوا يقولوا لنا اصل القانون ده فيه قانون انتم ما تعرفوهوش، او تطلع حد يقول لك لا ما اصل هو الناس دي اللي بتجيبه لنفسها. انا عايزه ناس بتوع قانون، انا عايزه مؤتمر ينعقد في ايطاليا بالتحديد لان الحالات في ايطاليا كترت. هنطلع لموضوع تاني الحقيقه، انه هنطلع بقى من ايطاليا ومن امريكا هنروح على اسكندريه في مصر، واحنا متابعين يعني مشاريع اللي هي تطوير مدينه اسكندريه، وعايزه اتكلم من نيويورك لاسكندريه، هنطير يعني من نيويورك لاسكندريه. والحقيقه ان في اسكندريه طفره هتحصل غير عاديه، وبنقول الكلام ده لكل اللي بيحبوا اسكندريه، يعني اسكندريه دي هتتحول بالكامل. عايزه اقول لكم ان من مينا البصل وانت طالع بقى لغايه المعموره والمنتزه، اسكندريه هتبقى مدينه عالميه. هنطلع لمداخله مع سياده العميد احمد عبد الله، يعني هو برضو انتوا هتعرفوا منه شويه عن التطوير اللي حاصل لمدينه اسكندريه، ونرجع تاني. ومعانا سيادة العميد أركان حرب أحمد محمد عبد الله، زميل كلية الحرب العليا أكاديمية ناصر، وزميل كلية الدفاع الإيطالية، ورئيس مجلس إدارة جريدة حكاية وطن. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. بعد العرض اللي تم الشهر اللي فات عن تطوير مدينة الاسكندرية، وطبعا تابعنا اخبار كتير، لكن في ناس كتير ما ربطتش ما بين تطوير مدينة الاسكندرية مثلا واللي حاصل، اللي هم اتطردوا من زي ما حضرتك قلت من جنة المنتزه. يعني في ناس الكباين، الناس اللي اتطردت، كبار المسؤولين وكذا. حضرتك تكلمنا بس عن الموضوع ده ونعرف نربط الموضوع للناس كله، ايه حكاية التطوير وايه حكاية الترام وترعة المحمودية والمنتزه وكل اللي حصل في اسكندريه، وامتى هتخلص مشروعات التطوير دي وبدات بالفعل ولا لا؟ اتفضل سيادتك. هو اولا في مشروعات جاريه فعلا ومستقبليه لمدينه الاسكندريه. كان عرضها اللواء مهندس اركان حرب احمد العزازي رئيس الشعبه الهندسيه بالمنطقه الشماليه العسكريه على سيادة الرئيس في المؤتمر الشباب الماضي. نذكر منها مشروع تطوير محور ترعة المحمودية، وده المرحلة الأولى من طرق وكباري هيتم الانتهاء منها وافتتاحها في 30/6/2019 العام الحالي، مع تطوير منطقة مينا البصل وبورصة القطن القديمة كلها لتكون مماثلة لمثيلتها في مدينة ليفربول الإنجليزية. والله نسخة منها. يعني عشان بس الناس بقى يقول لك ايه لازمه ترعه المحموديه، وبعدين قبل كده حصل فيها تحسينات، وبعدين رجعوا دلوقتي بيقولوا هيهدوها. فاحنا خلينا برضو نقول للناس ايه اهميه الكباري والطرق الجديده اللي المفروض ان هي في الخطه. يعني هو طبعا ترعه المحموديه كانت ممر مائي بيمر خلال مدينه الاسكندريه، فبدأ في ردمها من اتجاه البحر وفي اتجاه الجنوب، وعلشان تتحول الى طريق، لان اسكندريه هي مدينه ممتده على ساحل البحر، مدينه طوليه. أيوة. فالطرق فيها اصبحت ضيقه وغير متسعه للعامه يعني. تمام. لا والناس الاعداد لا شك ان الاعداد بتزيد، فلازم يتخلق لنا طرق جديده. الناس ما طبعا اسكندريه اصبحت مزدحمه جدا وبقت يعني شبه القاهره كده. تمام. وطبعا بيرد اليها الناس من جميع المحافظات. فبدأ وخصوصا من محافظه البحيره وكفر الشيخ والغربيه، المحافظات الملاصقه والقريبه من الاسكندريه، فاصبحت مكتظه بالسكان. فبداوا المشروع اللي هو تطوير محور ترعه المحموديه، وده يعني اول مرحله منه هتنتهي 30/6/2019، يعني اوشكنا اقتربنا منها والعمل شغال فيها بالفعل. يعني بدأ العمل فيها. المرحله الاولى هي اللي هتنتهي في شهر 6 ان شاء الله، صح كده؟ 30/6 المرحله الاولى. تمام. وطبعا دي احنا جايبينها من اول البحر، من منطقه مينا البصل والبورصه القطن القديمه، وهتبقى مماثله لمثيلتها في مدينه ليفربول الانجليزيه.
طب سمعنا كمان ان هيتم هدم الاماكن الكازينوهات واللي في منطقه اللي هي مدخل اسكندريه اللي كانت لا غير المنتزه، هنيجي للمنتزه اللي هي بيقولوا عليها داون تاون الحديقه الدوليه. كان المفروض دي تبقى حديقه دوليه، وبعدين فجاه لقيناها اتملت محلات وكازينوهات واماكن ويعني مطاعم. المحافظه بدات في تاجير اماكن في الحديقه الدوليه والمنطقه الملاصقه ليها اللي هي فيها المطاعم والمحلات والكلام ده، وفيها بعض النوادي، وكان فيها يعني الكثير من القاعات الافراح والحاجات دي، والناس ما كانتش بتدفع الايجارات بتاعتها. واي حد ما كانش بيدفع يا اما يدفع الفلوس اللي كان ما بيدفعهاش او يخرج من المكان. وهيتم تطويرها برضو، هيتم ازاله كافه القاعات والمطاعم وصالات الافراح المنتهيه عقودها، تم هدمها حاليا، وفي تصميم جديد هيكون مثل حديقه هايد بارك بمدينه لندن. يعني فعلا بدأ الهدم في الاماكن دي. لا فعلا بدأ فعلا، وبدأ اخراج اللي ما كانوش بيدفعوا العقود بتاعتهم وتأجيرها لمؤجرين جدد. تمام. لان كان في ناس مأجرها وبتأجر من الباطن. سيادة العميد، احنا كمان عارفين ان في تطوير لترام الاسكندرية اللي هو خط الترام بتاع الرمل، مش كده ولا كل الترام؟ مش ترام الرمل فقط، في تطوير لخط ابو قير وترام الرمل، ودول هيتعمل مكانهم خطوط مونوريل على 3 مراحل. وهيصل من ميناء ابو قير الجاري تحديثه ليكون ميناء عالمي حتى محطة مصر، ده اول خط. وهيبقى فيه يعني هيبقى فيه مونوريل وفي محور تحتيه، محور مروري اسفله. تمام. والخط الثاني هيبقى في مسار ترام الرمل. لان طبعا زي ما احنا عارفين اسكندريه ما ينفعش تعمل فيها اندر جراوند، ما ينفعش عشان المنسوب الميه فيها، لان طبعا الارض فيها ميه فهتتكلف اكتر بكتير. عشان كده هيتعمل مونوريل وتحتيه محور مروري. خط ثالث برضو حضرتك هيصل الى العلمين الجديده ومنطقه التجنيد ومطار برج العرب. في شركتين، واحده كنديه وواحده صينيه، هم اللي هيقوموا بالتنفيذ، وتم يعني التنسيق معاهم يعني وتوقيع العقود والكلام ده. بالاضافه طبعا حضرتك هيبقى في محطات مركزيه وعددها حوالي 13 محطه، وهيكون فيها كافه الخدمات بما فيها مكاتب بريد ومراكز شرطه ومحطات اطفاء ومحلات تجاريه ومكاتب اصدار مستندات حكوميه زي البطاقات الرقم القومي والباسبورات وكل الخدمات. كمان هيبقى في حوالي 37 محطة فرعية على مسار الخطوط. تمام. طيب خلينا ننتقل لحاجه شغله يعني احنا كلنا تابعناها، الناس اللي هم كبار المسؤولين بالدوله طبعا منذ عهود بعيده، واللي هم كانوا حاطين ايديهم على الكباين المنتزه، وحضرتك سميتها من جنه المنتزه او جنه المطرودين. طبعا في مشروع اخر لتطوير شواطئ المنتزه، وده بدا الهدم فعلا لجميع الكباين. يعني حتى الرئيس السيسي قال لهم لو لقيتوا فيلا مكتوب عليها السيسي هدوها اول حاجه. فطبعا بدأوا في هدم جميع الكبائن، حتى جزيرة الشاي اللي كان عليها كبائن لبعض الرؤساء السابقين وناس مشاهير كتير يعني. بدأ في هدم الفيلات بتاعتهم لأن كان عليها مديونيات كبيرة جدا، ولم يكونوا ما كانوش بيدفعوا المديونيات دي. فطبعا في ورثة وممكن يكون كان في مشاكل قضائية وحاجات من دي، لكن تم هدم جميع الفيلات والكباين، وهيتم بناء مكانها كباين جديده هتؤجر باليوم لجميع الاشخاص العاديين. يعني مش هتبقى في سيطره، ما تبقاش بس للمسؤولين واللي هم الحاشيه وبعض يعني لا الكباين دي هتبقى مش مخصصه لهيئه معينه او مجموعه مستخدمين، بل هتستخدم صيفا وشتاء، وهتؤجر بنظام ايجار اليوم الواحد اللي هو دي يوز. وهيتم تطوير المناطق
اللي حولها والاشجار وصيانتها كلها. طب خليني بس اركز على الحته دي. طبعا انت لما بتيجي ده واحد حاطط ايده على يعني احنا بنقول كان قاعد في حته من الجنه المنتزه، وطبعا كلنا عارفين المنتزه، هل الموضوع ده عمل مشاكل او تم بسهوله؟ يعني تم طردهم بسهوله؟ يعني كان ايه رده الفعل؟ الحقيقه ما كانش فيه رد فعل نهائي جدا، لان كل اللي قاعدين في الكباين دي ما كانوش بيدفعوا الايجارات بتاعتها. ملايين الجنيهات ما كانوش بيدفعوا. لا يعني جت فجأة كده الموضوع، يعني جاء بقرار كده فجأة وطلع. كان مفاجئ فعلا. واول مرة حد يتدخل في هذا الموضوع زي الرئيس السيسي، وقال لو انا ليا فيلا تتهدم اول واحدة لتطوير المكان ويستخدموه افراد الشعب عادي جدا. طب يعني منتظر دلوقتي مدينه الاسكندريه على كلام حضرتك كده هتتحول بالكامل، يعني بنتكلم على تطوير الطرق، الكباري، الترام، بتقولي هيبقى في منطقه الحديقه الدوليه، المحطات اللي هي الرئيسيه بتاعه المترو والخدمات اللي فيها، تطوير منطقه المنتزه وابو قير من البصل، كل يعني اسكندريه من اولها لاخرها هيتم تطويرها. الكلام ده كله هيخلص امتى؟ محدد له في خطط، يعني في حاجات هتخلص في 30/6 زي ما قلنا، وفي حاجات هتخلص في سنتين. بالنسبه لمشروع تطوير الحديقه الدوليه ده خلاص جاري ترسيه العقود الانشاء على المقاولين، وهينتهوا منها في خلال سنتين. دي تطوير الحديقه الدوليه. تمام. اما برضو مشروع تطوير حدائق انطونيادس والشلالات الشرقيه والغربيه وحديقه نوبار باشا اللي تم اهمالهم الحقيقه. تم اهمال انطونيادس وللاسف، يعني كانت كل دول هيتم تطويرهم، وحديقه حيوانات النزهه كمان هيتم تطويرها، وهيشمل تنفيذ ممرات للمشاة ومستخدمي الدراجات على احدث طراز، وتجديد المسطحات الخضراء، وزراعه اشجار جديده، ومناطق خدمات وحمامات ومطاعم وكافيهات على احدث التصميمات العالميه، وهينتهوا منها خلال سنتين. اشكرك جدا. ان شاء الله هيتم تطويرها تطوير شامل، وهنشوف اسكندريه جديده فعلا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك سياده العميد. بنشكر سيادة العميد أركان حرب أحمد عبد الله، وطبعا مبسوطين جدا لمدينة اسكندرية إنها هتتجدد بالكامل ويرجع لها تاني يعني مكانتها، لأن اسكندرية الحقيقة يعني ليها عشاق من جميع أنحاء العالم ومش الاسكندرانية بس، وبندعوكم لزيارة مدينة الاسكندرية. طبعا التجديدات اللي هتحصل في اسكندرية بالطول وبالعرض. كمان عايزة أقول حاجة، إن أنا بتمنى وده رجاء شخصي مني أنا للمسؤولين اللي بيسمعوني، الموضوع ما يكونش مقتصر على الطرق الحيويه والبحر والكورنيش والصابوي الجديده والقطوره الجديده وطريق ابو قير والمش عارف ايه. انا اتمنى كمان يعني مع الطرق الجديده اللي هتتبنى بمناسبه المحموديه اللي هتتردم، ان كمان يكون في اهتمام باسكندريه في الداخل، يعني في الشوارع نقول ايه الاحياء كلها، لان في احياء مظلومه. فاتمنى من محافظ اسكندريه انه كمان يعني يبص بعين الاعتبار يعني الاحياء والشوارع والاحياء اللي هي بالذات يعني اللي هي بعيده عن ان اي حد بيعدي فيها، او يعني بعيده عن السياحه، بعيده عن المسؤولين، بعيده عن اي حاجه. يعني نرجو الاهتمام بالاحياء كلها زي بعضها، وتبقى اسكندريه بالكامل عروس البحر الابيض المتوسط. طبعا بشكركم اعزائي المشاهدين، وبنتابع ملف الأطفال والأسر المصرية والعربية اللي بيتاخد منهم أطفالهم، وهيكون لينا إن شاء الله يعني مداخلات، أو نحاول كمان إن احنا نستضيف ناس بتشتغل بالقانون. ولا يسعني إلا أن أتوجه لكم بالشكر من هنا من نيويورك، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج أمريكا بالمصري، وتصبحوا على ألف خير. برنامج أمريكا بالمصري برعاية مطعم كافيه اسطنبول، يقدم أشهى المأكولات وألذ الأطباق، مشويات من اللحوم الطازجة والحلال، خلطات مميزة يتم إعدادها في معاملنا، جميع أنواع السلطات والمقبلات، المخبوزات الطازجة والحلويات الشرقية، خدمة على أعلى مستوى،
الأسعار في متناول الجميع. العنوان 2202 86 ستريت بروكلين نيويورك. تليفون 718-714-4300. الفرع الآخر 8002 5th Avenue بروكلين نيويورك. تليفون 929-292-2353.